بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة إن شاء الله هنعمل فيه الفراخ، مش أي فراخ، لأ، فراخ متربية في البيت على أصولها. شايفين ما شاء الله الشوربة بتاعتها عاملة إزاي؟ حاجة كده خرافة، في الطعم وفي الريحة. وكمان هنعمل جنب منها لوبيا، وهنعمل رز أبيض. وكمان في تريكاية كده مع الرز الابيض في الاخر بتخلي الطعم بتاعه في حتة تانية خالص. يلا بينا ندخل ونشوف الفيديو، بس قبل ما نشوف الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك وكمان الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم مني كل جديد. عندي الفراخ اهيت زي ما قلت لكم في بداية الفيديو، الفراخ دي انا مربياها في البيت. انا كل مرة بربي فراخ بيضة، بس قلت المرة دي اجرب الفراخ الحمراء، ان اجيبها واربيها في قلب البيت. الفراخ ديت اما بتوصل ل3 كيلو بذبحها، يعني بتقعد على قد ما تقعد، بقى يعني لغايه ما توصل لي 3 كيلو. وبوديها لبتاع الفراخ ان هو يذبحها، لان انا ولا بعرف اذبح ولا بعرف ان انا انضف. فانا بوديها له ان هو يذبحها ويجيبها لي كاني شاريها من عنده بالظبط. عايزه اقول لكم ان التربيه في البيت مختلفة خالص عن بره. لو انتم ملاحظين شايفين الدهن بتاعها عامل ازاي، وكمان هتشوفوا الشوربة بتاعتها حاجة كده وهم. وكمان الفراخ دي في الطعم حاجة تانية برضو خالص. طبعا التربية البيتي بتفرق عن بره كتير، بتبقى عارفة انت مأكلاها ايه، وغير ان انت بتنضفي لها كل شوية. يعني بتكوني مهتمية بيها اكتر من بره بكتير. انا هنا قلت يعني انا المره دي قلت اجيب فراخ حمراء، عشان يعني انا عندي عشه صغيره كده في البلكونه، ما ينفعش ان انا اجيب فراخ بلدي. الفراخ البلدي عارفين ان هي بتبقى عايزه مكان واسع وبتبقى عايزه تتنطط وبتطير وكده. الفراخ دي لا، يعني بتبقى نوعا ما، ولا هي زي الفراخ البيضه ولا زي الفراخ البلدي. هنشوف بقى التتبيله بتاعتها. طبعا الفراخ بعد ما اتذبحت غسلتها زي ما بنغسلها في الملح والدقيق والخل والليمون والجنزبيل. وبعد كده شطفتها اكتر من مره لغايه ما نضفت معايا. بعد كده اللي متابعني عارف ان انا بحب ان انا اتبلها قبلها بيوم. ده لو انا مش مستعجله عليها، لكن لو مستعجله عليها ممكن اتبلها في نفس اليوم واسيبها ساعه ساعتين وبعد كده اشتغل بيها. هنا بقى جبت بصلتين كبار وبشرتهم. انا هنا ببشرهم بالمبشره، ممكن تعمليهم في الكبه. اهم حاجه ان هم يكونوا ناعمين معاكي، لكن مش هينفع ان هم يتعملوا بالسكينه اللي انت تخرطيها بالسكينه، علشان لو خرطيها بالسكينه مش هتبقى ناعمه معاكي، مش هتنزل ميه كتير معاكي. فعلشان كده بقولك لا اما المبشره لا اما الكبه. والخطوه بتاعه تتبيله الفراخ دي بتدي طعم حلو قوي للفراخ، سواء للفراخ او الشوربه. كمان الناس اللي بتشتكي من طعم الشوربه بتقول بنحس ان ليها طعم كده مش حلو او ليها ريحه مش حلوه، جربوا الخطوه دي ان انتوا تعملوا بيها الفراخ، هتفرق معاكم في الطعم كتير قوي. بعد ما بشرت البصل جبت ملح وفلفل اسود ودعكت بيها البصلايه كويس جدا لغايه ما نزلت الميه بتاعتها. اتك عليها كده الاقيها بتنزل الميه. ده برضو السر في التتبيله بتاعت المرتة او البصل، اللي انت تعمليها مرتة، ان انت تتكي على البصلايه لغايه ما تنزل الميه بتاعتها. اخدت البصلايه بقى واتبل بيها الفراخ من جوه ومن بره ومن تحت الجلد، ما اسيبش حته في الفرخه الا لما اتبلها كويس قوي. وبعد كده بقى هاخدها هنا هغلفها زي ما قلت لكم، انا بعمل الخطوه دي قبلها بيوم. هاخدها اغلفها في كيسه واحط تحت منها طبق وهحطها في قلب التلاجة. وبرده زي ما قلت لكم قبل كده ان خطوه الكيسه دي بتبقى حلوه جدا علشان الريحه بتاعه البصل ما تطلعش معايا في قلب التلاجة. انا كده خلصتها اهوت. هحط بقى تحت منها طبق وهدخلها بقى التلاجة لتاني يوم، وتاني يوم هنشوف هنعمل ايه. في اليوم ده برضو عملت اللوبيا اللي انا غسلتها ونقعتها وسبتها منقوعه لتاني يوم. يعني الخطوتين دولت عملتهم بالليل، وقلت تاني يوم بقى ساعه الغداء اللي انا هطلعهم اللي انا هطبخهم. هنا ده بقى تاني يوم جبت طاسه، حطيت فيها معلقه من السمنه، والمعلقه دي مش كبيره لان الفرخه زي ما قلت لكم فيها دهن، فهي لسه هتنزل الدهون بتاعتها. هستنى اما السمنه تسخن وبعد كده هنزل بالفراخ اللي انا اديها تشويح. برضو تشويحه الفراخ دي بتدي طعم حلو قوي للفراخ. في ناس بتسلق الفراخ على بقيه على طول كده، لو انت حابه ده براحتك، بس انا بحب اللي انا اديها تشويحه، لان التشويحه دي كمان بتفرق في لون الشوربه. بالاخص كل ما انت بتغمقي الفراخ او اللحمه ده بيديكي لون غامق للشوربه، للناس اللي بتحب الشوربه يكون لونها غامق شويه. في الوقت ده كنت انا حاطه حله على النار، حاطه فيها ميه ان هي تغلي، حطيت فيها بهارات مشكله وحطيت فيها طماطم.
لسه هغسل البصلايه وهعملها، بس قلت اقلب الفرخه الاول عشان ما تاخدش لون جامد كده في قلب الطاسه. وهحط لها البصلايه زي ما انتم شايفين، وهحط لها شويه فلفل اسود، وهحط الملح، واسيبها ان هي تغلي. يكون انا شوحت الفرخه، هشوحها بقى من كل جهه، انا مش هسيب فيها حته الا لما الاقيها متشوحه معايا. وعايزه اقول لكم ان تشويحه الفراخ دي بتقلل من الريم بتاع اللي بيطلع على وش الميه او الشوربه. زي ما انتوا شايفين انا شوحتها. بعد كده بقى هاخدها واحطها في قلب الميه غلت، ولازم الميه تكون مغليه، ما ينفعش ان انا احطها في ميه بارده. والسمنه اللي فضلت في قلب الطاسه دي هاخدها وهضيفها على الميه، عشان دي اللي هتدي طعم برضو للشوربه، لان دي اللي فيها التشويحه بتاعت الفراخ. فهحطها زي ما انتوا شايفين، هي مش كتيره بس هضيفها. الفراخ بقى هنا لسه بقى ما تستوي، هتنزل الدهون بتاعتها وهتشوفوا بقى لون الشوربه والطعم بتاعها خرافه. هنا باخد معلقتين بدوبهم في قلب الطاسه عشان انزل بقيه السمنه اللي في قلب الطاسه. هغطي عليها بقى واسيبها ان هي تستوي براحتها خالص. بعد كده بقى دي اللوبيا. زي ما قلت لكم انا عملت الخطوه دي قبلها بيوم اللي انا نقعتها. دلوقتي بقى هاخدها ان انا اشطفها لغايه ما الميه بتاعتها تبقى بيضه معايا كده وزي الفل. بعد كده بقى هشغل عليها البوتاجاز لغايه ما تستوي معايا. هنا انا كنت جايبه طماطم، بس الطماطم دي كانت عندي بزياده. قلت اسبكها ان انا اخد منها برضو على قد الطبخ، هي مش كتيره بس برضو هي كتير على الطبخه، فقلت هاخد منها على قد الطبخ والباقي برضو هعينه في كيسه في قلب الفريزر جنب اخواته. زي ما انتوا عارفين الطماطم اليومين دولت رخيصه وحلوه قوي. عايزه اقول لكم ان الطماطم اليومين دولت حمرا جدا، يعني لونها مش محتاج ان انتوا تضيفوا له اي حاجه. ورخيصه، في التلاتة ب10 وفي الاربعة ب10. يعني فرصه ان انتوا تجيبوها، ان انتوا تخزنوها او تفرزوها في الفريزر. هنا كنت انا اختبرت اللوبيا لقيتها استوت. واللوبيا اهم حاجه ان هي تكون استوت معاكي، يعني ما ينفعش ان انت تسلقيها نص سلقه وتقولي ان هي هتكمل تسويتها مع الصلصه. لو انت سبتيها نص سلقه عمرها ما هتستوي تاني، فلازم ان انت تسويها صح. وبعد كده صفيتها وشطفتها. هنا بقى بعمل التسبيكه بتاعتها او الصلصه بتاعتها. حطيت بصلايه، خرطت بصلايه، حطيت عليها معلقه سمنه، بدي تشويحه كده للبصلايه. انا مش عايزاها تلون، انا عايزاها بس مجرد ان هي لونها عايزه ريحتها تطلع وان هي تدبل معايا. بعد كده اخدت من الصلصه اللي انا سايباها تتسبك على البوتاجاز، اخدت منها شويه على قد مقدار اللوبيا. وبعد كده هضيف عليها اللوبيا. وبعد كده بقى شوفي، حابه تضيفي عليها ميه، حابه تضيفي عليها شوربه براحتك. هنا اللوبيا بضيفها عليها اهيت. وهنا انا ضفت بقى شوربه من الشوربه بتاعت الفراخ، كانت الفراخ خلاص داخله بقى على السوا. قلت اخد بقى من الشوربه بتاعتها. عايزه اقول لكم ان الشوربه بتاعتها دسمه، احنا ما عرفناش نشربها، يعني اللي سبتها ان هي اعمل بيها بقى ملوخيه، اعمل بيها يعني بعد ما قدمتها ما قدروش ان هم يشربوها، لقوها كده دسمه. فقلت خلاص اللي انا اغليها تاني وهحطها في قلب كيس وعينها في الفريزر، اللي انا اطلعها اعمل بيها ملوخيه، اللي انا اسقي بيها محشي، اعمل بيها رقاق. المهم اللي انت هتشتغلي بيها مش هتقول لا. هنا خلاص كنت انا حطيت اللوبيا وهحط لها بقى الشوربه. لا طبعا هي محتاجه شوربه. وبعد كده بقى هحط لها البهارات بتاعتها، هي ما بتبقاش محتاجه غير ملح وفلفل اسود. وهسيبها بقى ان هي تغلي مع بعضيها وان هي تستوي، يبقى كده خلاص اللوبيا معايا خلصت. هنا كان الرز كان برضو كنت انا عملته، حطيت زيت ان هو اتقدح، وبعد كده حطيت عليه الرز واديته تقليبه، وبعد كده ضفت له الميه وظبطت الميه وحطيت الملح. هسيبه لغايه ما يشرب، وبعد كده هوطي عليه النار لغايه ما يستوي. بعد ما يستوي هضيف على الوش بقى معلقه السمنه البلدي، دي اللي بتوديه في حته تانية، بتخلي طعمه خرافه. لو انتوا عندكم سمنه بلدي جربوا اللي انتوا تحطوها على وش الرز، بتخلي الطعم بتاعه في حته تانية خالص. بتخلي طعمه تحفه. جاهز عندي خلاص. خدت الفراخ، هي كان ناقص بس الفراخ اللي انا اديلها تحميره. ممكن ان انت تحطي لها صلصه كده على وشها وتدخليها الفرن، او ان انت تحمريها في معلقه سمنه كده او معلقه زيت. وكده خلاص ده الاكل بتاعنا اهو. زي ما انتم شايفين ما شاء الله الرز عامل ازاي مفلفل وطعمه تحفه. عايزاكم تجربوا موضوع السمنه البلدي دي، لو هي عندكم حطوا له معلقه كده في الاخر وقلبوها مع الرز، بتخلي طعمه تحفه. واللوبيا زي ما انتم شايفين، وهنا الشوربه شايفين ما شاء الله الشوربه عامله ازاي. زي ما قلت لكم
لكم طلعت دسمه، ما قدرناش اللي احنا نشربها، فعينتها قلت ان انا اعمل بيها وصفات تانية زي ما قلت لكم الوصفات ايه. ده الفيديو بتاع النهارده، ودي الفراخ البيتي. اول مره اللي انا اعملها، بس ان شاء الله هعملها تاني لانها فعلا طعمها احسن من اللي احنا بنشتريه من بره بكتير. في فرق فعلا في الطعم والريحه بتاعه الشوربه والطعم بتاع الشوربه حاجه تانية خالص. ده فيديو النهارده، يا رب يكون نال اعجابكم. اسيبكم في رعايه الله واستودعكم الله.